في الفيديو ده هنعرف نحول أي فيديو لفيديو أنمي احترافي تقدر تربح ماشي يا منه عم. على 100 جنيه حسابك منصات قول 500 التواصل. جنيه بيه عشان بس ده كتير والله يا باشا ولا حاجه يا عم، والله مش متشكر جدا والله، ربنا يخليك. السلام عليكم حبيب قلبي. وعليكم السلام. تحذير: أنا مش مسؤول عن أي استخدام خاطئ للمعلومات اللي في الفيديو. الهدف هو تحويل فيديوهاتك الخاصة لأنمي، يعني بلاش نسرق تعب ومجهود الآخرين. ويلا بينا نبدأ. ايه اللي انت عملته ده؟ يعني الحساب كله 100 جنيه تديله انت 150 جنيه على شاب قدي وعندك وشيال اللي فيها لله وابتنا ونعم بالله يا عم، ما قلناش حاجه بس برضه مش كده. بقول لك ايه، سيبك انت، احكي لك حكايه يمكن تفهم منها حاجه. لو متضايق اشتغل، لو مش لاقي شغل اشتغل اي حاجه، لو تعبان اشتغل، لو محبط اشتغل. الشغل والعمل هم اللي بيغيروا. ارمي نفسك ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعه 9 تيجي عشان تبدا اي حاجه في حياتك. ابدا، لانك لا هتصحصح ولا هتركز ولا هتتنيل على عينك وتعمل حاجه دي دعني ينفلع، ولان الظروف المثاليه عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. كل اللي هتحتاجه 3 حاجات: برنامج للمونتاج، الموقع ده، وموقع ايميلات مؤقتة. وسيب باقي الشغل عليا انا، ويلا بينا. الموضوع هيمشي ازاي؟ احنا هنفصل كل الاصوات عن الفيديو، من الموسيقى لمسارات الموسيقى وكل حاجه، والفوكالز اللي هي الكلام لوحده. هنفصل كل ده عن الفيديو، وبعد كده هنقطع الفيديو 5 او 5 ثواني، عشان الموقع اللي بنشتغل عليه النهارده للاسف ما بيعملش او ما بيحولش في الخطه المجانيه غير 5 ثواني. ممكن نعمل كده عن طريق احد برامج المونتاج زي كاب كات، او ممكن نعمل كده عن طريق الاكواد. هنقول كل التفاصيل باسلوب مبسط وبابسط الطرق. تابع معايا للنهايه واوعدك هتستفاد من حلقه النهارده. كل اللي هنحتاجه هي الادوات اللي قدامنا دي. البرنامج ده علشان هنستخدمه فيه ان نقطع الفيديوهات او نفصل الصوت او نفصل الصوره من غير ما نحتاج لبرنامج المونتاج، وبرنامج فصل مسارات الصوت والصور، وبعد كده شويه اكواد هنستخدمها، وطبعا الموقع اللي هيحول لنا الفيديوهات لانمي. طبعا يعني شويه تريكات كده تكتشفهم خلال الحلقه بحيث يكون الناتج زي ما حضراتكم شفتوا الفيديو اللي في الاول. طيب خلينا بس نبدا واحده واحده كده وبالترتيب، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هعملها ان انا هجهز الادوات اللي هتساعدني في شغلي، وهو البرنامج ده FFM Big. لازم يكون عندك موجود على الجهاز عشان ده هيسهل علينا شغل كتير جدا. فهننزل تحت كده نختار الاصدار المناسب لينا وليكن ويندوز، وبعد كده هندخل هنا ويندوز بيلدز فروم، وبعد كده هننزل تحت شوية كده هنلاقي الإصدار ده FFM Big Release Essential.7Z، اللي هو ده اللي أنا كاتبه لك هنا ده. تمام، هنحمله ونبتدي نعمل تحميل من هنا. انا خلاص حملته قبل كده. هفك ضغطه ببرنامج فك الضغط ده، اعمل اكستراكت، وبعد ما اخلص ادخل هنا كده اتاكد ان في هنا حاجه اسمها بن كده وجواها الملفات دي. هنسخ بقى كل الكلام ده، يعني اللي جوه هنا هدخل جوه كده وهنسخ الكلام ده كله كده. هعمل كوبي، اروح على اللوكال ديسك سي، هعمل هنا ملف، اعمل نيو فولدر اسميه FFM Big، اسميه بالاسم ده. ادخل بقى هنا واعمل بيست لكل الملفات اللي انا نسختها هناك. تمام كده. الخطوه اللي بعد كده هو اني اعمل مسار للاف ام بيج عشان ما يبقاش في عندي مشكله. هبحث هنا عن زي ما هو بيقول لي كده، هاخد الجمله دي كده من هنا وهفتح سي وهبحث عنه. تمام، افتح النتيجه اللي ظهرت لي دي، وهدخل على environment variables دي. تمام، وهاجي عند باس هنا، واقف هنا كده عند باس، هنسخ دي، وهاجي عند باس هنا كده، هنعمل من هنا edit وهنعمل new، وهنضيف الملف اللي احنا نسخناه. وبعد ما نخلص هنعمل اوكي. انا عملت الخطوه دي خلاص على كده، هنعمل اوكي من هنا وخلاص. نخرج. عايز اتاكد بقى ان هو شغال، افتح CMD، اعمل ويندوز ار وافتح CMD وهكتب الامر ده، اديله الامر ده، اعمل انتر، الاقيه بيجيب لي الاصدار بتاعها. ده معناه ان هو خلاص البرنامج ده بقى متسطب عندي على الجهاز. خلاص دي اول خطوه، خطوه مهمه جدا هتسهل علينا حاجات كتير. ندخل على اللي بعد كده. بعد كده برنامج فصل مسارات الصوت، وده برضو هنحمله من اللينك ده. هننزل تحت هنا كده وهنعمل داونلود UVR، هيجيب لنا الجيت هاب ده. هننزل تحت كده هتلاقي مين داونلود لينك. تمام، تضغط عليه وهيبتدي هو يعمل داونلود عندك على الجهاز. بعد ما حملناه وهنبتدي نعمل تسطيب ليه. نفتح كده نبتدي نعمل تنصيب ليه على الجهاز، وهنعمل I accept next next install. تمام، ونكمل معاه للاخر، وبكده نكون سطبنا البرنامج ده. نبتدي بقى نفتح البرنامج بتاعنا اللي هو ده
Ultimate Vocal Remover. بعدين بقى يبقى احنا كده جهزنا الادوات اللي هنحتاجها. يفضل نكون منزلين برنامج المونتاج اللي هو كاب كات. حلو قوي كده. فكره النهارده هو اننا هيبقى عندنا فيديو خاص بينا احنا مسجلينه بنفسنا، او في فيديو عجبنا على السوشيال ميديا، سواء هو كان باي لغه او سواء هو كان اختصار لفيلم، سواء هو جزء من الفيلم، نقدر نحوله لفيلم انمي خاص بينا احنا. تمام. وطبعا حصري، بس كمل معايا للنهايه علشان لو ما كملتش معايا للنهايه هيبقى عندك مشكله في حقوق الملكيه. يعني مثلا لو انا جيت هنا على تيك توك، يعني هنجيب حاجه نجرب بيها، وبحثت على ملخصات افلام. يعني بعد ما استكشفت في التيك توك شويه، يعني لقيت الراجل المحترم ده بيعمل فيديوهات جميله، فانا قلت اجرب بقى على فيديو من فيديوهاته. وليكن مثلا انا هستخدم فيديو من فيديوهات الراجل دي اجرب عليها، وليكن مثلا هو ده اللينك اللي هستخدمه. فهفتح الفيديو كده، نعمل نسخ الرابط ده، وهنروح على اللينك اللي انا سايبه لكم هنا ده، اللي هو سناب تيك دوت اب. هنبتدي نعمل داونلود من هنا وننزله من هنا. تمام. هو ده. ندخل بقى الخطوه اللي بعدها. عندنا فيديو زي ده، عايز افصل الصوت والصوره، هستخدم اكواد معينه. هفتح الباور شيل من هنا. لو انا عندي الباور شيل بتتفتح، اضغط على شيفت كليك يمين، اوبن باور شيل ويندوز هير في المكان اللي فيه الفيديو، وهديله الاكواد بتاعتي. طب انا مش عارف افتحه هنا او مش موجود عندي الباور شيل هنا، اجي على الويندوز هنا هبحث عن الباور شيل، افتح بقى الباور شيل دي، وهكتب هنا سي دي، واعمل دبل دوتس كده، وهنسخ اسم الملف ده كنترول سي، وهسيبه هنا، وهعمل انتر. انا كده دخلت جوه الملف. في طريقه تانية خالص ان انا ممكن افتح الباور شيل عادي زي ما انا بحثت كده اهو، واسحب الملف، اكتب سي دي هنا الاول مع المسطره، واسيب الملف هنا كده، يبتدي برضو يدخل في الملف. خلاص احنا فتحنا الفولدر اللي فيه الفيديو اللي هنشتغل عليه. اول حاجه هفصل الصوره، وبعد كده هفصل الصوت. نستخدم الاكواد دي، ناخد الكود ده كده، هنعمل كنترول في، واضغط انتر. عم بيقول لك في مشكله في اسم الملف، لازم يكون اسم الفيديو بتاعك نفس الاسم ده. تمام كده. فانا هحول دي عشان تبقى مناسبه للاسم اللي هناك. ابتدي بقى ادي امر تاني، اعمل كنترول في، الاقيه طلع لي الصوت، وهعمل برضو الكود اللي بيطلع لي الصوره، اعمل كنترول في هنا، سيبه كده. انا طلعت الصوت والصوره. تعال نشوف كده. لو جينا نبص بصه كده هنلاقيه طلع لي الصوت بتاع الفيديو والصوره. فصل الصوت عن الصوره. تاني حاجه هفصل مسارات الصوت. انا هاخد الصوت ده على جنب كده، هعمل نيو فولدر اسميه ساوند. تمام. هسيبه هنا. حلو كده. هفتح بقى البرنامج بتاعنا Ultimate Vocal Remover ده، الاقيه اشتغل عندي كده. دي الواجهه بتاعته. ناخد بقى ايه عن الفولدر ده زي ما هو كده. تمام. سيبه هنا في نفس المكان برضو، هو نفس المكان. هسيبه برضو للاستخراج هنا برضو. يبقى انا كده عندي المكان اللي هاخد منه الصوت، وده المكان اللي هستخرج فيه الصوت. اختار من هنا. بعد كده بختار ليموس اختيار ده، وهنا بختار اول ستيمز كل المسارات، وهنا بختار الموديل، لازم اختار برضو الموديل ده. وبعد كده اعمل ستارت بروسيسنج من هنا، واعمل يس. اسيبه شويه الاقيه طلع لي مسارات الصوت. خليه يقسم لي الصوت لمسارات، وهي البيز والدرامز والاذر والفوكالز. تمام كده. انا محتاج الفوكالز دي اللي هي الكلمات بس من غير اي موسيقى. استخدم دي مع مين بقى؟ نروح على الخطوه اللي بعد كده، ان احنا هنعمل بقى الصوت الخاص بينا احنا. هنيجي هنا نفتح 11 لابس، نسجل دخول بالايميل الخاص بينا. هنلاقي عندنا حاجه هنا وهي الفويس شينجر دي، اللي هي من سبيتش تو سبيتش. يعني ايه من سبيتش تو سبيتش؟ يعني انا هحمل له صوت وهو هيحوله لي صوت تاني خالص. هعمل ابلود اوديو من هنا شويه كده. نشوف. اختار الفوكالز بتاعتي واعمل اوبن، وابتدي بقى اختار دي. تمام. 11 مالتي لانجويج فيرجن 2. يعني ما علينا. ابتدي بقى اختار الصوت من هنا، الشخصيه اللي هتتكلم. انا بحب ان انا استخدم جورج، ده صوته كويس في الحوارات دي، او انا استخدمت هنا جورج يعني. وهعمل بقى جنريت سبيتش. بعد ما يخلص كده هبتدي بقى انزل الصوت من هنا. طبعا يفضل برضه ان احنا بنشتغل في مكان واحد يكون فيه الاصوات عشان ما نتوهش نفسنا. تمام كده. ندخل بقى على المرحله اللي بعد كده. كده احنا ظبطنا الصوت وفصلناه لمسار اللي هو الصوتيات بس الكلام، وغيرنا الكلام لصوت خاص بينا احنا من اختيارنا احنا. فاضل نظبط الصوره، نعمل بقى رسومات الانمي. عندك بقى في الخطوه دي طريق من اتنين. ممكن تفتح برنامج المونتاج بتاعك، تقطع الفيديو خمسات 5 ب5 وتصدره اجزاء، او ممكن تريح دماغك زيي وتخلي الاكواد تشتغل بدالك. وده الطريق اللي انا بحبه. كل اللي هتحتاجه البرنامج ده، تمام، والاكواد دي وبس كده. تعالى اوريك هنعملها ازاي. ده الكود اللي هنستخدمه. هنعمل كوبي، نيجي هنا نضغط على شيفت، نختار اوبن باور شيل ويندوز هير. لو مش عندك هتفتح الباور شيل، تعمل هنا سي دي، وتحط هنا المسار بتاع الفولدر. انا داخل الملف خلاص. كل اللي هعمله ان انا هديله الكود.
حاجه مهمه، ده اسم الملف زي ما هو عندك بالظبط. انت خد الكود ده حطه عندك كده تكست، اما انك تغير اسم الفيديو لاسم اللي في الكود يبقى زي الاسم ده بالظبط كده انبوت فيديو، تمام. واما انك تغير الكود نفسه، الاسم ده هتغيره بالاسم اللي انت عايزه، وطبعا تتحكم في عدد الثواني اللي انت عايز تقطعها من هنا، سواء 5 ثواني 10 ثواني 15 ثانيه. مع ده الاسم اللي احنا هنقطعه اللي هو الفيديو ده هنقطعه لخمسات من الثواني. فهنعمل هنا ايه open PowerShell Windows here، واديله الكود بتاعي اللي انا ناسخه واعمل انتر. هنتفرج على كده على اللي بيحصل. يبتدي هو يقطع لي الفيديو لخمسات من الثواني، واسيبه لحد ما يخلص. اوقف هنا وارجع لكم بعد ما يخلص. تمام كده انا جهزت الخطوه اللي قبل الاخيره، وان انا قطعت الفيديو بتاعي لخمسات من الثواني. ابتدي بقى افتح الموقع اللي هنستخدمه. عندك اختيار من اتنين، اما انك تستخدم موقع لينس جو اللي هنستخدمه النهارده، او مورف ستوديو. طيب انا هبدا بموقع لينس جو. تقدر تسجل في الايميل ده بايميلك الشخصي من هنا، يديك 100 نقطه هنا، زائد انه ممكن يديك 50 نقطه كمان لو انت دخلت هنا. يعني كده تقدر تسجل فيه لو دخلت هنا وعملت ليرن مور، وعملت هنا ريديم فور 50 بوينتس، ضغط نوتد، هضيف لك 50 نقطة كمان بره في حسابك هنا. تمام. أول موقع بيستخدم ازاي؟ عندك حاجات كتير تقدر تستخدمها، بس احنا النهاردة هنستخدم الخاصية دي اللي هي فيديو ستايل ترانسفير. وابتدي اعمل ابلود للفيديو من هنا بعد ما اختار الستايل اللي يناسبني. طبعا بما ان هنعمله انيميشن فهنختار ستايل جيبلي ده، الستايل ده حلو جدا. هنختار الملف من هنا، نختار ملف من دول كده، ده اول حاجة. والموضوع ده هياخد معاك وقت شويه، بس انت لو عملت زي ما قلت لك هتفتح الموقع في كذا حساب وتبدا تستخدمه. بعد ما الفيديو اترفع كده هنعمل جنريت فيديو من هنا، هنسيبه ياخد وقت ونفتح متصفح جديد كنترول شيفت ان، وهنفتح موقع لينس جو ونسجل الدخول فيه بتم بميل. اعمل كونتينيوس ايميل، باخد الايميل ده كده واضيفه هنا، بعمل الباسورد بتاعي الحرف الاولاني كابيتال مثلا، وبعد كده بتكمل الباسورد بتاعك. لكم مثلا عملت الباسورد ده ما بعتليش حاجه، ماشي، هقول له سند من هنا، ويقول لك تأكد انك انت مش روبوت، فيعني ظبط دي مع دي كده. حتى هنا هيبعت لك كود التأكيد هنا دلوقتي، بعت لك الرقم هنا، تاخد الرقم ده كده وتأكد بيه الايميل. نعمل كده، ندخل بقى على الموقع، ناخد 50 نقطة كمان لما ندخل هنا، نعمل ليرن مور، نعمل ريديم فور 50 بوينتس نوتد. كده بقى نرفع فيديو كمان هنا، نيجي على فيديو ستايل ترانسفير ونختار منها الستايل اللي احنا عايزين نشتغل بيه، وليكن انا هشتغل بده، وارفع فيديو تاني بالتزامن بقى مع الفيديو اللي كان قبل كده. فانا رفعت الفيديو ده، يبقى انا عندي متصفح واحد فيه موقعين انا شغال بيهم، ادي واحد ادي اتنين، وافتح متصفح كمان واعمل فيه نفس العمليه بحيث ان انا اسرع الشغل على نفسي شويه. كده خلصنا المرحله الاولى والثانيه، ودي المرحله النهائيه من شغلنا وهي المونتاج. طبعا احنا ابتدينا هنا كان معانا فيديو احنا مصورينه المفروض هو بتاعنا، تمام، عشان ما نعملش اللي انا عملته ده. وبعدين وصلنا الفيديو لصوت بس وفيديو من غير صوت. بعد كده خدنا الفيديو قطعناه لفيديوهات صغيرة، مدة كل فيديو 5 ثواني. كان ممكن نعمل الكلام ده ببرنامج كاب كات. ازاي كده؟ كان ممكن نعمل كده ونيجي عند 5 ثواني نقف عند 5 بالظبط ونقطع كده، نعمل اكس، او زي ما تكون عندك العلامه دي تعمل سبليت من هنا، او قطعت دي عملت سبليت من هنا، تضغط على دي كليك يمين وهتعمل سبورت سيلكتد كليبس، وتصدر الكليب الصغير ده وتسميه مثلا 1، وتعمل سيف في المكان اللي انت هتسيفه، تعمل اكسبورت، تحدد المكان من هنا وتعمل اكسبورت. عملنا اكسبورت الاول فيديو، هنبتدي نعمل ديليت للفيديو ده، نشيله خالص واحنا واقفين مكاننا مش هنعمل حاجه. نعمل برضو هنا ايه سبليت تاني، نقف كده ونعمل سبليت ونعمل اكسبورت لكل فيديو لوحده كده، نفس الحكايه برضو نعمل اكسبورت سيلكت كليبس من هنا ونعمل اكسبورت ونسميه 2 وندلت الفيديو ده، وهكذا مع باقي الملفات لحد ما نخلص الفيديو كله. تمام، دي طريقه مرهقه شويه لكن احنا اشتغلنا الموضوع ببساطه عن كده خالص. الحلقه الاخيره وهي المونتاج، كل اللي فيها هناخد الصوت اللي احنا عملناه ده كده وهنفتح البرنامج نسيبه هنا، وبعد كده هناخد الصور دي كلها بالترتيب كده شدها، فهلاقي ان هما يعني قد بعض بالظبط، مش محتاجين مني اي تعديلات غير بقى لو انا عايز اعمل كابشن. تمام كده، هنجيب بقى
كده أسيبه هنا. طيب لو انا مثلا عايز اعدل على الصوت واخليه مختلف اكتر، لو انا عندي اكتر من اتنين بيتكلموا مثلا وعايز كل واحد يفضل بصوته ومش عايز اشتغل ب 11 لابس، ممكن اعدله من الفويس تشينجر من هنا. اختار انرجيتك مثلا وهيغير لي الصوت خالص. لو انا اخترت ده وده الاوريجينال تمام، فالحاجات دي بتغير نبرة الصوت وبتغير الصوت كله تقريبا يعني تمام كده. انا مش هعمل كده لان انا عندي الصوت اصلا عامله ب 11 لابس فهو مختلف تماما عن الصوت الاصلي. هعمل بقى كومباوند كليب كل الحاجات دي، نعمل كرييت كومباوند كليب وبعدين هنعمل له بقى ايه اوتو كابشن. نيجي على تكست من هنا هنختار اوتو كابشن ونعمل جنريت فهيعمل لي الترجمه دي. طبعا هظبط الترجمه براحتي من هنا، اختار التمبلتس المناسبه دي وليكن مثلا انا هستخدم ده. اختار الفونت اللي يناسبني من هنا، اصغر شويه، اختار الافكت المناسب وبعدين بقى فاضل العلامه المائيه دي. لو انا عايز اشيلها في حل بسيط يعني، لو انا مش هستخدم ادوات او برامج طبعا ممكن تستخدم اللي انت عايزه. انا هعمل ايه، انا هقف هنا كده الملف ده وهعمل كروب من هنا او ريسايز وهطلع بس كده حاجه بسيطه كده هنا وهعمل كونفيرم فيبتدي يقطع لي الفيديو زي ما احنا شايفين كده من غير علامه. حلو قوي. نختار الريشيو المناسب من هنا يبقى 9:16. كبر بقى دي كده بحيث ان هي تملى الشاشه تمام. الحته اللي ورا دي عايز اخفيها برضو. اعمل ايه، اعمل للفيديو ده كوبي، اعمل كنترول سي واعمل كنترول في ثواني عشان الخطوه دي مهمه. اعمل اكستراكت اوديو وادلت ده، اعمل ديليت من هنا، اخد ده بقى كده وهنديله افكت من هنا نقول له مثلا بلور ونكبره بقى ايه عشان يملى الشاشه كلها. الاقيه عمل كده. وبعد كده بقى ايه نعمل تصدير للفيديو يكون معانا الفيديو جاهز. نعمل اكسبورت بقى من هنا، نسمي الفيديو، اختار الريزوليوشن هنا هخليه اعلى حاجه وهاير برضو اعلى حاجه واتش 264. طبعا كل ما يكون الفيديو جودته اعلى كل ما يكون احسن، كل ما تبقى الجوده افضل كل ما يبقى الفيديو احسن. نعمل بقى اكسبورت من هنا وانتظر لحد ما يتصدر الفيديو. تاني بحذر تاني، الفيديو ده انا بجرب عليه عشان انا ما عنديش فيديو اشتغل عليه، لكن يفضل تعمل الفيديو الخاص بيك انت. ولو عايز تحوله من صيغه لصيغه تانية دي الطريقه اللي تقدر تستخدمها. لو عايز تحول الفيديو بتاعك لانيميشن فتقدر تعمل اللي انا عملته ده. في اكتر من ستايل تقدر تستخدمه في الموقع. نفس الحكايه مع موقع مورف، هتلاقي برضو في اكتر من ستايل تقدر تستخدمه. طبعا اليوتيوب بيقول ان الفيديو اللي انت شايفه ده يهمك، وانا كمان رايي من رايه، الفيديو اللي انت شايفه ده يهمك. دي ببساطه كانت استراتيجيه النهارده. عايز رايكم في اللي انا عملته النهارده بكل صراحه. يا ترى عرفتوا مين صاحب الفيديو اللي انا جربت على احد فيديوهاته؟ اللي يعرف يقول لنا في التعليقات تحت هو مين.